خلقها الله، يعني الدنيا خلقها الله للامتحان والابتلاء، كما قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الناس فيها على صنفين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم أيضا على حالين: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اسمع رعاك الله، ماذا أعد الله لهؤلاء وماذا أعد الله لهؤلاء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد